المؤامرات وعدد الشهداء وتسلط الرؤساء والحكام الظالمين نصيبا كبيرا جدا. مش عايز اقول نصيب الاسد حتى لا يعني اصفهم باسم هذا السفاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي لهم بالنصر القريب العاجل إن شاء الله. آمين. هذه البشريات التي أبشركم بها من قبل، كلما كثر عدد شهدائنا وكلما خرج أكبر عدد من الصامتين والساكتين فنشعر أن النصر اقترب إن شاء الله. ونحن نرى منذ عدة أشهر أن الصمت السوري قد انكسر، وخرجت الأصوات بكل أطياف الشعب السوري وكل ألوان الفكر في الشعب السوري وكل أعمار الشعب السوري، سواء كان من الأطفال أو النساء أو السنة أو حتى العلويين. هذا كله ائتلاف واتحاد، وهي طريق الوحدة، طريق النصر إن شاء الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هذه الألفة وهذه الوحدة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها طريقنا الآن. ونحن نسأل الله ليس فقط لسوريا وإنما كذلك لإخواننا في اليمن الحبيب التي أيضا يعني تحاك لها المؤامرات، وليس فقط لسوريا واليمن وإنما أنتم أيضا